أكلتنا النهارده من الأكلات السهلة اللذيذة جدًا، أنا متأكدة إن أنتم أول ما تشوفوا الفيديو هتقوموا على طول تعملوها، أكلة لذيذة وسهلة ومش هتاخد مننا وقت خالص، وكمان طعمها هايل جدًا، طاجن رز بالخضار معاه كمان فراخ، وجبة كده متكاملة خضار بسلة وجزر، ممكن كمان تضيفي أي خضار تاني بتحبيه، ممكن تضيفي فاصوليا، تضيفي مشروم زي ما تحبي، أنا عملتها بالبسلة والجزر والرز البسمتي كمان بالفراخ. هنشوف الخطوات بتاعتنا هنعملها إزاي، سهلة جدًا ومش هتاخد منِّك وقت خالص، والطبق بتاعي متكامل مع السلطة تحفة، مش محتاجة بقى حاجة تانية، كله في طاجن واحد، لا نقف في الحر ولا جايين مستعجلين من الشغل، يالّا بقى بنبدأ بسم الله ونشوف هنعمله إزاي. الفراخ بتاعي أنا غسلاها كويس جدًا ومنضفاه، وكمان لازم أنشفها كويس جدًا من المَيّة، بعد كده باخدها كده وباعمل فيها فتحات بالسكينة كده زي ما أنتم شايفين، سكينة حامية تعمل فيها على طول فتحات على طول بالشكل ده، خلاص كده الفراخ بتاعتي جاهزة باحطها بالطاجن اللي أنا هاشتغل فيه وأعمل فيه الوجبة كلها، باضيف عليها بقى البهارات بتاعتي، طبعًا هاسيب لكم البهارات بالتفصيل في صندوق الوصف، ومعلقة صلصة كمان هنضيف معلقة زبادي بالشكل ده، معلقة واحدة بس للفرخة، ومعلقتين كبار زيت، المقادير دي لفرخة واحدة، لو عايزين تعملوا أكتر من فرخة هنضاعف الكمية، هندعك بقى ده كله كده في الفراخ من جوه ومن بره بالشكل ده، أدعكها كويس جدًا بقى بالخليط ده، التتبيلة دي وأخلّي كل التوابل والبهارات والصلصة تدخل فيها بالشكل ده، وبين الفتحات اللي أنا عاملاها لغاية لمّا يبقى شكلها زي ما أنتم شايفين كده، خلاص كده زي ما أنتم شايفين الفراخ بتاعتي جاهزة معايا. هندخّلها بقى الفرن بالشكل ده من غير ما نغطّيها ولا أي حاجة تتشوي، وبعد ما تطلع بتبقى بالشكل ده هنبتدي نضيف عليها باقي ال الوصفة بتاعتي، هاضيف هنا كوبايتين مغسولين من الرز البسمتي زي ما أنتم شايفين فوق الفراخ كده، بعد كده معايا جزر وبسلة عايزين تضيفوا أي خضار تاني ما فيش مشكلة، هنضيف كمان بقى دلوقتي ملح وفلفل عندي كمان كده راس توم قسمها من النُص كده بحالها، هاحطها في النُص، وكمان معايا قرن شطة لو بتحبوا الشطة بيدّي له طعم وريحة حلوة أوي للطاجن، وورقتين لورا، معايا كمان 3 فصوص من الحبهان هاضيفهم بس بناخد بالنا إن إحنا نشيلهم من الرز قبل الأكل كده نشيلهم عشان كده بنعدّهم عشان نبقى عارفين حاطين كام حبة حبهان عشان نشيلها. بالشكل ده خلاص كده الطاجن جاهز معايا، هاضيف كمان نُص كوباية من المَيّة، مَيّة عادية جدًا مش سخنة ولا أي حاجة، خلاص كده الطاجن بتاعي جاهز معايا. هاضبّط بقى شكل الطاجن كده واخلّي الفراخ كده أحاول أطلّعها كده على الوش كده بالشكل ده، هاغطّيها بقى بورق زبدة وورق فويل وأدخّلها الفرن لحد ما يستوي معايا الطاجن بتاعي. غطّيتها كويس أدخّلها على فرن على درجة حرارة 180 بتاخد حوالي ساعة، ساعة وربع. تمام، هنا خلاص شكلها بعد ما طلعت شايفين بقى الجمال، الفراخ أصلًا كانت مستوية، ويعني مستوية نُص سِوَى كده والرز بقى خلاص استوت مع الرز تاني تحفة، هنشيل بقى ورق اللورا زي ما قُلت لكم، ونبتدي إن إحنا نقدّم مع بعض الفراخ والتوم كمان هي لسه سخنة طبعًا، أنا مش عارفة أشيلها كويس، بالشكل ده كده هاحاول أشيلها كده معاكم وأوريها لكم، الفراخ بقى دايبة جدًا وطعمها وريحتها حلوة أوي، شايفين الرز بتاعي مفلفل وحلو إزاي؟ تحفة، جرّبوا الطاجن ده بجد هيعجبكم جدًا وسهل جدًا وتغييري في الأكلات بتاعتنا وكمان مش بياخد وقت خالص. هاقدّمها بقى كده مع سلطة خضرا وكده وجبة متكاملة، رز مع البسلة مع البروتين بتاعي الفراخ تحفة جدًا. ممكن كمان نعملها مع اللحمة، تبقى اللحمة بتلو متشوّحة ونعملها تبقى حلوة أوي جدًا. ال وقت المدارس والشغل وكمان الدنيا حَر لسه الجو حَر بيبقى عايز الأكلات دي اللي هي السريعة. بتبقى سهلة جدًا وما بتاخدش مننا وقت خالص. شايفين بقى الجمال؟ شكله يفتح النِّفس. بجد جرّبوه يا جماعة هيعجبكم جدًا، الرز بتاعي مفلفل خالص، طعمه حلو أوي، واخد طعم البهارات بتاعه مع كمان طعم الفراخ، البهاريز بتاع الفراخ نزل عليه تحفة. شايفين الفراخ بتاعتي مستوية إزاي؟ طبعًا أنا زي ما قُلت لكم الطاجن لسه سخن، أنا مش عارفة أمسك كويس. الفراخ بتاعتي مستوية خالص أهي، شايفين بقى حلوة إزاي؟ وصفة سهلة جدًا ما خدتش وقت زي ما أنتم شايفين، وكمان في طاجن واحد ما وسّخناش حاجات كتير، والفراخ بتاعتي دايبة ومستوية خالص، إيه رأيكم بقى وصفة سهلة ومتكاملة ممكن بس للولاد نقلي لهم كمان شوية بطاطس هتعجبهم أوي،
أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اشتركوا معايا وفعّلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي، وبإذن الله استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.